يا مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. حبيت بقى معاكم النهارده اعمل شويه فول مدمس حلوين بدون اي اضافات، ولا كركم ولا طماطم ولا اي حاجه، وهيطلع لونه كرماني وطعمه زبده، مفيش احلى من كده. اول حاجه معانا كيلو الا ربع فول اللي هو الفول البلدي المدمس. ببقى نقعاه من بالليل للصبح او من الصبح لبالليل حسب انتي هتعمليه امتى. بنغسله كويس 3 4 مرات لحد ما يبقى لون المية نضيف خالص، وبعد كده بنسيبه في مية، نغطيه مية على الاخر 12 ساعة تقريبا. باجي بقى وقت ما خلاص هشغل عليه بصفيه خالص من المية اللي كانت فيه، المية اللي انا سايباها فيه من امبارح بالليل مثلا، وعبيه بقى مية نضيفة. معايا بقى 3 معالق كبار كده عدس. انا لو عندك فول مدشوش هنخليها معلقتين عدس ومعلقتين فول مدشوش، مش عندك يبقى 3 معالق كبار عدس. هغسلهم كويس كده واصفيهم من المية وهحطهم على الفول كده شغال على النار تمام. معاهم بقى معلقه صغيره بيكنج باودر. تمام كده، هو كده شغال معانا على نار عاليه تمام لحد ما يغلي. بصوا الخطوه دي اختياري، انا بحب احطه على قوطعين وعلى نار هاديه او متوسطه، وبحط الدماسه على طاسه قديمه بحيث لما يدلدق على طاسه مش على البوتاجاز. كده بعد تقريبا ساعه سبته خالص مع نفسه، جيت اشوفه لقيته محتاج ميه، فامله ازود له ميه، لو محتاج بديله اكتر، مش محتاج خلاص. لما بنزود ميه بنزود كمان معاها معلقه خل كبيره عشان تبقى كمادة حفظ، انا عملتها بس نسيت اصورها. بنسيبه بقى على النار براحته خالص مع نفسه على نار هاديه، وكل شويه بنيجي نزود له بس ميه ونمشي، نزود له ميه ونمشي. ده شكله كده بعد تقريبا 3 ساعات او 3 ساعات ونص. جيت عشان اشوف استوى ولا لا. بص عايزه اقول لكم بمجرد ما بدوس على الشوكه زبده، يعني بتتهرس معايا، انا مش دايسه كويس ومرضيش اسرع الفيديو ولا اي حاجه. بصوا حاجه بسيطه خالص كده ايه استوى معايا. انا بس حابه اقول لكم ان الطريقه دي طريقه مامتي، هي اللي معلمهاني، هي بتعملها بالطريقه دي، اصلا دي طريقه البلد. في سوهاج بيعملوا بالطريقه دي، ما بيزودوش طماطم ولا اي حاجه عشان ولا كركم عشان يزودوا اللون يعني. اول ما اتاكدت خلاص ان هو استوى هرسته بالشوكه، هنزل بقى بليمونتين متوسطين متقشرين بالشكل ده. الليمون ده عشان يديله زي ماده حافظه برضو، وفي نفس الوقت بصوا فرق اللون من الاول لده، بيفتح لون الفول خالص. معانا بقى معلقه خشب او اي حاجه هنهرس بيها، والخطوه دي برضو اختياري، انت ممكن ما تعمليش كده، انا بعمل كده عشان اهرس الفول واخليه كله يبقى زي المربى كده، كل حاجه واحده، ما يبقاش فيه فوله وفيه ميه. انت ممكن ما تعمليش كده وتسيبيه يدمس براحتك، ولما تنقلي في طبق او تيجي تغرفي وتاكلي اعملي اللي انت عاوزاه، هرسيه براحتك بالهاند بلندر او بمعلقه بشوكه اللي انت عاوزاه. بس انا بحب اعمل الخطوه دي عشان يبقى كله حاجه واحده، ما يبقاش فيه حاجه ميه وحاجه فيها فول او قشر فول او كده. بصوا هتلاحظوا وانا بقلب اصلا، هتشوفوا معايا هتلاقوا قوامه تقل وبقى ايه كانه مربى كده، فاهمين؟ حلو، حاجه واحده كلها. بس وهغطي عليه واسيبه كمان شويه تاني مع نفسه. بصوا شكله بقى عامل ازاي، ولونه تحفه، وعايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم لونه وطعمه بيفضل حلو لحد اخر معلقه في الدماسه. هنقلب بقى من فوق لتحت وتحت لفوق كده عشان نغرف وناكل بألف هنا وشفا. بصوا شكله عامل ازاي اصلا، بصوا طعمه يفتح النفس. طبعا الفول هو طازه لازم ناكل منه مره كده وهو طازه، يعني ده انتوا تعملوه تتسحروا بيه بألف هنا وشفا. بصوا بقى الفول يبقى طحينه، نحط بقى الطحينه بتاعتنا، وانا من عشاق الطحينه، يعني اكسترا 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 طحينه. طحينه بقى وملح، حبه شطه، حبه كمون حلوين طبعا، نديله كمون كتير، الفول يحب الكمون. رشه زيت بسيطه قوي كده من فوق، ومفيش احلى من كده سحور ولا فطار، بجد حلو جدا وبألف هنا وشفا. بصوا بعد ما خلصت بقى، رحت جيت فضيت الدماسة كلها في علبة بلاستيك تكون نظيفة ومفيهاش مية خالص، ونسيبه لحد ما يبرد تماما ونحطه في التلاجة، نغطيها ونحطها في التلاجة. يا ريت بجد تجربوه وتقولوا لي رأيكم. كل سنة وانتم بألف خير ورمضان كريم.